صباح الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين وفي احسن حال. صحيت نشيطة النهاردة بدري عشان خاطر اروح اجيب ورقي. رحت جبت قدمت استقالتي وجبت ورقي من المدرسة اللي كنت شغالة فيها. الحمد لله، الخير فيما اختاره الله. يعني بصوا، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الحمد لله الحمد لله. يعني ما كانش الشغل احسن حاجة وما كنتش مرتاحة ولا مبسوطة، فعشان كده استنيت لما السنة تخلص، السنة الدراسية، عشان اعرف اقدم استقالتي. غير كده ما كنتش هعرف امشي واسيب المدرسة. بس باذن الله يعني قريب هشتغل في حضانة برضو، بس هيبقى مواعيدها مريحة او مرنة شوية عن المدرسة. وفي نفس الوقت يعني برضو هبقى ايه، يعني واخدة بالي من نفسي ومن ابني وفي البيت، والكلام ده كله هيكون معايا يعني. فخلاص كده الحمد لله خدت ورقي. رحت بقى برضو جبت شوية حاجات كده من السوق. جبت لبن وجبت خضار وجبت بقى فول وطعمية بقى عشان نعمل فطار حلو انا واحمد. قفلت عليه هنا ونزلت رحت. فيلا بينا نبدأ اليوم مع بعض. اول حاجه عملتها خالص هي اني اغلي اللبن عشان ما انساش الخطوه دي، لان هو مهم جدا عشان ما يبص. بعد كده بدات اروق السرير بتاعي بعد ما احمد صحي، وطلعت الخضره اللي انا جايباها. كنت جايبه جرجير وجايبه خضره محشي ونعناع وكده، غسلتهم ونضفتهم. وبعد كده بدات برضو اطلع الحاجه. كنت عايزه اعمل صينيه كيكه بس ما قدرتش. جبت بيض بلدي وبيض عادي وجبت دقيق وحاجات بقى الكيكه والكلام ده. وبعد كده برضو جبت بطاطس وجبت بقى فول وطعمية علشان خاطر الفطار بقى كده، مش في العادي بتاعي ان انا بفطر كده كل يوم، بس عشان نزلت يعني. وجبت طبعا الحاجات اللي كنت محتاجاها، جبت كلور وجبت صابون وجبت ادوات للنظافة يعني، عشان كنت عايزة احط غسيل وكده. وكنت عاملة الطماطم دي من بالليل، كنت سلقاها ضربتها في الخلاط، وبعد كده عبيتها في اكياس وشلتها. بتنفعني جدا 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 وبتسهل عليا كتير وقفتي في المطبخ وفي الاكل. وعملت لكم فيديو بالتخزين الطماطم، هسيبه لكم في الديسكريبشن تحت. تمام. وبعد كده برضو كنت عامله طبعا حاجه الكشري من امبارح، يا دوبك بس حطيت الميه عشان اسلق المكرونه دي. وبدأت اجهز الفطار، نفطر الاول واصلي الظهر، وبعد كده بدأت اكمل مسيرتي واشوف ايه اللي ورايا بعد كده. دي كده خلاص المكرونه اتسلقت. ده كان وقت الغدا بتاعي، كان الساعه 6 قبل ما جوزي يرجع. كنت عامله الصلصه وعامله كل حاجه ومجهزاها. يدوبك سخنت بس وغرفت لنفسي طبق وكلت. اتفضلوا بقى تعالوا كلوا معايا. جوزي طبعا رجع بالليل بقى بعد كده من شغله، عملت له طبق هو كمان وكل. وقلت له جيب لي ليمون معاه عشان نسيت اجيب. بما اني جبت نعناع فريش فقلت نعمل ايه، عصير الليمون بالنعناع كده، حاجه فريش. طبعا قشرت الليمونه عشان ما تمررش معايا في العصير، وطلعت البذر وطبعا غسلتها قبل كل ده، لازم تغسليها. وحطيت النعناع بقى معاها وسكر وميه ساقعه. وبدأت اعمله في الخلاط عصير فريش كده ينعنش بالليل كده قبل ما انام. تمام. برضو لازم اصفيه علشان خاطر لو في اي شوائب او اي حاجة من النعناع. ده تلج فواكه، ما بيش بيتاكل خالص، هو بيسيح وبيبقى شبه المية وبترجع تتجمد تاني، بغسلها وبتجمدها. حاسه ان هو قلب على عصير قصب، مش عارفه ليه. بعد كده بدات ان انا اغسل المواعين، وهنا جوزي كان يعني حابب يكافئني شويه على اليوم الجميل ده، فجاب ايس كريم لاحمد وجايب لي انا الشوكولاتايه دي. الغسيل بتاعي بقى بسيب الميه تنزل كده على الصوفو اول ما تملى الغساله شويه، وبحط صابون بلدي بتاع الغسيل وببشرها. بعد كده بحط كلور الوان وبغسل. وكان فاضل لي صلاه العشاء، ما صليتهاش، بدأت ان انا اتوضى وصليتها، والحمد لله يومي خلص على كده.